برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. أهلا بيكم مستمعينا الكرام مع برونتو اف ام وصوتك سابق بخطوة، وبرنامجكم معايا ولا ورانيا سلام. ايه رأيكم ان مش كل الحبايب كلامهم موثوق فيه على الرغم من انهم مصدر ثقة؟ يعني ايه الكلام ده؟ مبدئيا كده خلينا متفقين على معنى كلمة مصدر ثقة. مصدر ثقة هو الإحساس بالأمان. يعني لما أعتبر إنه مصدر ثقة، ده بالنسبة لي أنا كده بحمله مسؤولية إحساسي بالأمان معاه، وإني على استعداد كامل لتسليمه كل مفاتيح الحكاوي بتاعتي وأي حاجة متعلقة بيه. لكن المعضلة هنا إيه بقى؟ هل ده بالضرورة بيفرض عليا إني آخد كل كلامه على إنه مسلم بيه وإني لازم أعمل بيه؟ هو مصدر ثقة واستحالة يكذب عليا في شيء، لكن ده مش معناه أبداً إن وجهة نظره في حكاياتي وفي حياتي لازم أعمل بيها وإنها لابد تكون مناسبة ليا. الموضوع ده بيعمل مشكلة كبيرة قوي مع الحبايب، لأن كل فرد منهم بيفترض إن التاني يطبق كلامه عمياني كده، ولو حاول يفكر فيه يبقى هو كده بيقلل من الثقة اللي بينهم وتبدأ المحبة تهتز ما بينهم. وارجع تاني وأقول ما قصديش بكلامي إنهم غلط، لا خالص. أنا أقصد هو ليه الحبايب دايما عاوزين يكونوا نسخة من بعض، يكملوا بعض، يبقوا شبه بعض قوي، يحبوا نفس الحاجات ويأكلوا نفس الأكل ويشربوا نفس الشرب ويبقى كل حاجاتهم متشابهة، فبالتالي لازم يسمعوا كلام بعض في كل حاجة من غير ما نفكر ولا أي شيء يعترض الكلام بتاعنا. طب ما احنا ممكن نبقى مختلفين مع بعض. خليكم متفقين معايا إن الفكرة هنا مش مين فينا الصح ومين فينا الغلط. ممكن يكون الكلام كله صح وصدق، مفيهوش أي حاجة غلط ونبقى متفقين فيه مع بعض، لكن ما يناسبش حد فينا. إزاي يعني؟ إحنا حبايب وعلاقتنا قوية جدا ببعض لكن كل واحد فينا شخص مختلف عن التاني، شخصية تانية مختلفة، فيها حاجات كتير قوي، اتعرضت لظروف كتير قوي، مختلفين في أفكارنا ومختلفين في تجاربنا. وفي حاجة مهمة قوي قوي، وهي استقبالنا للتجارب والتعامل معاها وردود أفعالنا على كل تجربة فيها. كل واحد مننا مع إن إحنا بنحب بعض ومقربين جدا من بعض، لكن كل واحد فينا ليه رد فعل مختلف واستقبال مختلف للتجربة. يعني ممكن يكونوا مع بعض في نفس التجربة وعايشينها مع بعض، لكن كل واحد فيهم شافها من وجهة نظر تانية مختلفة، والاتنين صح على فكرة. لكن مش ده معناه إن أنا لازم أقلد اللي بحبه علشان أبقى بحبه. أنا بقول الكلام ده مش علشان الحباب يزعلوا من بعض أو يبعدوا عن بعض، بالعكس، أنا بقول الكلام ده علشان يحبوا بعض أكتر ويقربوا من بعض أكتر. زي الحكمة الجميلة اللي بتقول اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. إحنا هنا بنتعامل مع الناس اللي بنحبهم على إنهم مسؤوليتنا، وإن إحنا خايفين عليهم قوي وواجب علينا حمايتهم حتى من نفسهم، مع إننا إحنا لما بنعاملهم كده بنحولهم من أحبة لتوابع. الوضع غير كده خالص. إحنا بنتكلم من منطلق خبرتنا إحنا وبتكوين شخصيتنا إحنا اللي هي مختلفة عنهم، ونبدأ نحط الناس اللي بنحبها تحت ضغط شديد بإنهم لازم يعبرونا عن حبهم ده بتنفيذ كلامنا، وإلا ياخدوا على خاطرهم مننا ويعتبرون إن ده قلة احترام أو قلة تقدير. طب ليه إحنا ما نجربش نفرح بإنهم اختارونا إحنا كمصدر ثقة، وإن إحنا اللي بيروحولنا وبيجولنا عشان يحكولنا، ونكون إحنا مصدر الأمان بتاعهم، وإحنا اللي عارفين اللي جواهم وشايلين معاهم همومهم؟ ليه بنفرض عليهم رأينا بقى في الوقت ده؟ ما نيجي نكون بس مجرد مصدر أمان للناس اللي بنحبها. عاوزين نحترم إن إحنا نكون اللجوء الآمن ليهم من غير ما نفرض عليهم أي قيود، ونديهم كل اللي محتاجينه من حب واهتمام ودعم، حتى لو كان مطلبهم بس هو الاستماع مع السكوت، بس نسمعهم وإحنا ساكتين، ونديهم كل اللي هم عايزينه من حب وعطاء، علشان ما يروحوش لحد تاني غيرنا يكون هو المصدر الموثوق منه ويرموا عندهم حمولهم.
فهل انتوا معايا ولا في الكلام اللي أنا بقوله ده؟ وبرنامجكم معايا ولا رانيا سلام على برونتو اف ام وصوتك سابق بخطوة.